من زمن طويل امي تقول لي لما تعمل رز لازم تنقع اقل شيء نص ساعه، بس بصراحه كل مره اكسل، بس اغسله واعمله على طول. قلت اليوم ابغى اجرب الطريقه، حامل واحد بس مغسول وواحد منقوع لي نص ساعه، خلينا نجربهم ونشوف في فرق بينهم او لا. حنلاحظ ان الرز المنقوع شرب مويه وكبر عن المغسول. عندي قدرين، في قدر ده احط المغسول واحط هنا المنقوع. الخلطه اللي حاعملها خلطه البشاور، احط البهارات الصحيحه، شويه حليب وزبده. في قدر ثاني نفس الشيء، بهارات، حليب وزبده، ملح المويه. في الاخضر حنزل المغسول وفي الاحمر حنزل المنقوع. المويه في المغسول حخليها سنتي فوق الرز، وفي المنقوع نص سنتي فوق الرز لانه قد يشرب مويه. تعالوا شوفوا، خلاص الرز طلع فوق سطح المويه، حقفل عليه. وشوفوا هنا الرز المنقوع برضه طلع فوق سطح المويه، خلاص نقفل عليه ونوطي النار ونخليها شمعه ونسيبه 20 دقيقه. الرز استوى معانا. لا. هذا الرز المغسول، هذا حبته، هذا الرز المنقوع. اوه، هذا الرز المغسول وهذا الرز المنقوع. شايف في فرق في اللون، المغسول شويه مصفر، المنقوع ساطع البياض. شكل الحبه ما في فرق كبير، بس طبعا اهم شيء طعمه وخفه الرز. هذا المغسول اوكي، الرز ماسك نفسه بس مو اخف شيء. خلينا نشوف المنقوع، صراحه باين انه اخف. ايوه فرق يا جماعه، الرز مره خفيف، الرز جدا خفيف. الرز حبه بحبته. بصراحه صح كلام امي، لازم ننقع الرز اقل شيء نص ساعه عشان يطلع معنا مستوي وخفيف زي القطنه وما ينهري معنا.